السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أتى إليك أبوك الميت في المنام أو أمك الميتة مريضين أو أحدهما، يعني لو جاء لك أبوك الميت في المنام على أنه مريض، فهذه رسالة مهمة لك لابد أن تنتبه إليها. إذا رأيت أبوك الميت في المنام مريض أو أمك الميتة في المنام مريضة، فهذه ركزوا معي رسالة مهمة لك. في حاجة مطلوبة منك لازم تعملها لهؤلاء الأموات، لا بد أن تفعل لهم هذا الشيء بسرعة وبشكل مهم جدا، لأن هذه الرسالة لك أنت وليس لأحد غيرك. فعليك طالما اختارك أبوك الميت أو أمك الميتة بهذه الرسالة، فعليك أن تعرف ما بهما، وعليك أن تنفذ ما يريدون منك في حلمهم. فإذا رأيت أبوك الميت أو أمك الميتة في المنام، فيجب عليك أن تنتبه أنهما يريدين منك فعل شيء مهم لهم، وهذا الشيء يزعجهم في آخرتهم. في هذا الفيديو بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نعرف لماذا ترى أبوك الميت في المنام وماذا يريد منك بعد أن تشاركونا في الصلاة على رسول الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه. إذا أتى أبوك الميت في المنام يشكو لك وجع بطنه، أو يشكو لك ألم رأسه، أو يشكو لك ألم في ذراعه، أو يشكو لك ألم في ساقه، أو يشكو لك ألم في بطنه في جانبه الأيسر أو جانبه الأيمن، فهذه الرؤى كل جانب من هذه الرؤى أو من هذه الأوجاع له تفسير، ولكن في هذا الفيديو نحن لا نتكلم على هذه الجوانب. يعني لماذا أتى أبوي المتوفي لكي يشكو مثلا من رأسه، أو يشكو من صدره، أو يشكو من بطنه، أو يشكو من أي جزء من جسمه، ولكن نحن في هذا الفيديو نريد أن نوضح لكم ما هي رسالة الميت لك بمجيئه إذا كان يشكو لك من أحد أوجاعه، سواء كان رأسه أو بطنه أو صدره أو أي جزء في جسمه. فهذه ليس موضوع الفيديو الذي نتحدث عنه اليوم، ولكن موضوع هذا الفيديو ما هي الرسالة التي يحملها لك أبوك الميت في المنام إذا أتى لك يشكو أوجاعه أو أتى إليك مريضا. فهذه الرؤية مهمة. لماذا؟ لأنها تدل على أن هذا الوالد مديون وعليك بسداد دينه، وبالذات إذا رأى أنه يشكو لك من وجع بطنه، فهذه الرؤية تدل على أنه مديون، وعليك أن تبحث في من حوله وتسدد له دينه، لأن هذا الدين يؤرقه في آخرته ويتعبه كثيرا، وعليك أن تبحث عن من يدينه. هذه الرؤية من الرؤى التي تحمل لك رسالة. طيب هل هذه هي الرسالة فقط؟ لا، هذا الرجل إذا لم يكن مديونا فيحتاج إلى صدقات تكفر عن سيئاته وتغفر له بعض ذنبه، فعليك أن تفعل صدقة أو تخرج صدقة لوالدك. طيب إذا كنت فقيرا ولا تملك الصدقة التي تحملها أو التي تخرجها لأبيك، فعليك بالاستغفار له وقراءة القرآن له والدعاء له، ده إذا كنت فقيرا. تمام؟ فهذه الرؤية عزيزي المشاهد من أهم الرؤى التي تحمل لك رسالة عن والدك المتوفي، فعليك أن تنتبه إليها كثيرا. السادة المشاهدين، أحبكم بلا حدود وأتمنى من الله لكم التوفيق. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.